حضرتك ترشح لللابتوب لو فئة عالية مروحة كولر ولا مسند ألمونيوم وفيه فتحات تهوية بس، عشان محتار بين النوعين الحقيقة للحفاظ على اللابتوب بشكل أحسن. أول حاجة لازم تعرفها إن إحنا ما بنجيبش كولر أو مسند أو الكلام ده بناء على فئة اللابتوب السعرية أو الإمكانيات بتاعته، ولكن بنجيب على حسب الحرارة بتاعة اللابتوب. فلو أنت اللابتوب بتاعك الحرارة بتاعته كويسة والتبريد بتاعه كده كويس، ساعتها ستاند معدني هيكون كافي وزيادة ومش تحتاج تجيب أي حاجة فيها مراوح. ولكن لو الحرارة بتاعته بتعلى فهنا بيبقى على حسب بتعلى قد ايه. لو بتعلى بدرجه بسيطه، اخر مثلا كارت الشاشه يوصل 78 ل 80، فانت هنا بتجيب كولر بمراوح من اللي هي فئه ال 400 ل 600 جنيه مثلا، دي هتشتغل معاك كويس وزي الفل. وعشان بس الناس اللي هتسالني في الكومنتات، احسن حاجه انا جربتها لحد دلوقتي هي الجيجا ماكس الاس 204 بلس. طب لو الجهاز اللي معاك امكانياته عاليه جدا ومثلا بيسخن منك جامد، كارت الشاشه مثلا بيوصل فوق ال 85 ولا بيوصل لحد ال 90 درجه، فهنا بتلاقي ان في حاجات اعلى بكتير بس بتبقى غاليه جدا. هل بتبرد الجهاز؟ هي فعلا بتبرده، ممكن تنزل لك 10 ل 15 درجه حراره، بس للاسف السعر بتاع الحاجات ديت بيعدي ال 3000 وال 4000 جنيه وممكن توصل لمبالغ اعلى من كده كمان. لو الجهاز بتاعك فئته السعريه عاليه قوي، ساعتها ما تستخسرش خالص لو هو بيسخن جامد منك، وهات كولر من الحاجات اللي هي الغاليه عشان يعيش معاك كتير.